ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده لعشاق الكنافه هنعمل كب كيك الكنافه بطريقه سهله ولذيذه، وانا متاكده ان هي هتعجبك قوي. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي، ويلا نبدا. الاول هنعمل الشربات لان محتاجين الشربات يبقى بارد. كوبايه ميه مع كوبايه سكر، وعلى نار هاديه لحد السكر ما يدوب خالص بالشكل ده، وبعدين يبدا يغلي. اول ما يغلي حطي له عصير نص ليمونه، وبعدين وطي عليه النار وسيبيه 7 دقايق، وبعدين حطي الفانيليا ونزليه. احنا محتاجين الشربات بارد والكنافة تبقى سخنة. الكنافة اللي استعملتها نص كيلو كان في الفريزر. هتقطعيه بقى بالشكل ده كده، انا قصيته بالمقص، وبعدين حطيت عليه 4 معالق سكر بودر وقلبت كويس السكر والكنافة لحد ما دابوا في بعض. بعد ما قلبت السكر بقى حطيت نص كوباية سمنة، ممكن تستعملي زبدة او ممكن تحطي سمنة على زيت يبقى اخف برضه. حطيت بقى السمنة كده وقلبتها بالكنافة كويس، اخلطيهم كويس قوي، وبعدين جبت صواني الكب كيك، دهنتها بفرشة كده بسمنة الأول من تحت، وبعدين بدأت أحط فيها الكنافة. هنحط بقى الكنافة في الكب كيك دي بحيث إن السمك بتاعها يبقى في الجناب زي من تحت، واضغطيها جامد قوي، دوسي عليها كده بكوباية صغيرة أو بطبق صغير زي ما بعمل كده. أيوة كده تضغطيها قوي، ويبقى زي ما بقولك السمك بتاع الجناب زي السمك بتاع تحت بالظبط. أنا عملت قدامك واحدة أهي، بعد كده أنا عملت الكمية كلها بالشكل ده، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، النار من تحت بس. أخد حوالي أقل من تلت ساعة بشوية، يعني حوالي 17 دقيقة، ولقيته بقى حلو قوي. الكريمة اللي هنعملها كوباية لبن مع بيضة مع معلقة سكر مع معلقة ونص نشا وشوية فانيليا، حوالي نص معلقة صغيرة. قلبت على البارد كده، وبعدين رفعته على نار هادية لحد ما تخنت واخدت القوام ده كده. بدأت انزلها. هتنزليها في بولة بقى علشان تبرد شوية وتبقى بدرجة حرارة الغرفة، ولما تنزليها كده غطي الوش بتاعها علشان ما يتشققش، تغطيه بالشكل ده. وبعدين لما بردت خالص رفعت الغطا بتاعها وحطيت معلقتين كريم شانتيه كبار. تقلبي بالمضرب كده وهو مقفول الأول عشان البودر ما يطرش معاكي، وبعد كده تشغلي المضرب. شغلي بقى حوالي 3 دقايق لحد الكريم شانتيه ما يدوب خالص وما يبقاش فيه اي حاجه متكتله، وبعدين حطيه في كيس حلواني كده يكون فيه قمع من الاخر، علشان ده اللي هنستخدمه للتزيين. الكريم باستري ده حلو قوي. البديل بتاعه الكاسترد، يعني لو مش عايزه تعمليه يبقى كوبايه اللبن عليها معلقه الكاسترد وعلى النار مع معلقه سكر، ده البديل بتاعه، هيدي برضو نفس الطعم. هناخد بقى الكنافة اهي طلعت، طلعتها بقى في طبق، وبعدين سقيتها بالشربات. شايفة اللون بتاعها؟ احنا محتاجين نفس الدرجة دي، ما يبقاش اغمق من كده. سقيتها بقى بالشربات اهو، الشربات برد والكنافة سخنة، وبعدين بدأت أزين. أول تزيين ده كريم شانتيه. طبعا الكريم شانتيه عادي، هتجيبي الباكو وهتحطي عليه فنجان صغير لبن ساقع وتضربي بالمضرب. أنا حطيت كريم شانتيه وزينت بقى بحبة شوكولاتة جولد كده ذهبي، وحبة مانجا متقطعين مكعبات. كام واحدة كده عملتهم بدولسي ديليتشي اللي هو مربى الحليب، وحطيت عليه على الوش كده بندقية زي ما انتي شايفة. وكام واحدة حطيت فيهم شوكولاتة سيحتها في حمام مية كده، وهو حطيت عليها بندق أو فستق. يعني حاولنا نغير الحشوات عشان نرضي كل الأذواق زي ما بقولك. والطبق بقى ده عملته بالكريم باستري اهو، حطيته الاول وبعدين حطيت على وشه شويه فستق مكسر، وبعدين بقى نقيت شويه فراوله كده مقاسهم صغير شويه، قطعتهم بالطول زي ما انت شايفه كده ويكونوا متماسكين من تحت، وتفتحيها بالطريقه دي كده وتحطيها على الوش. كده حاولنا ان احنا نغير الحشوات، وحطينا فراوله، حطينا مانجا، وطبق بقى شيك كده للتقديم. وتحطي الكب اللي عملناه، حلو قوي وجميل وطعمه حلو جدا، هيعجبكم جدا، وسكره معقول، وبألف هنا. ولو عجبك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.